السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل عشاق النخيل في كل الوطن العربي. لا، هي متر وعشرين أو متر وتلاتين الحفرة دي. طبعا هيتحط فيها سلتين كبار. السلة من ده 70 في 70. السباخ بتاع مواشي اهو من عند أبويا، اللهم بارك في عمره يا رب. والمدرسة والمدرستين والمستشفى دول في أرض جدي، ودي مقابر الصفرايا تبارك الله ما شاء الله. يعتبر من أوسع المقابر على مستوى محافظة الفيوم. بسم الله ما شاء الله. محددين اهو ما شاء الله. ان شاء الله هتاخد لها حوالي 200 نخلة اللفة بتاعت المقابر ان شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك يا ربي في كل من يتبرع بنخلة، صدقة جارية. النخلة مش ب5000 جنيه زي ما بيدعوا الشركات الوهمية اللي على النت. النخلة عندي بفضل من ربنا هو على أرض الواقع. بقرب لكم الصورة شوية. بسم الله ما شاء الله. النخلة دي مزروعة بقالها سنة، واللي بعدها مزروعة بقالها 6 شهور. النخلة دي بتاعت الحاجة أم علاء الشاعر من بشواي، واللي بعدها بتاعت الحاجة أم سامح عبد السلام طه. وفيه بعدها برضو في حد من عزبة خليفة برضو متبرع ب2. وما شاء الله ده احنا ما شاء الله مستمرين ان شاء الله لما نخليها كلها خضرة ونستقبلوا 2024 يا ربي على الخير والبركة ان شاء الله يا رب. وربنا يجعلها سنة يا ربي، سنة خير على الكل ان شاء الله. اسكب يا حاج عيد، بارك الله فيك. الله ينور يا حاج عيد. بسم الله ما شاء الله. كل حاجة، هي الزراعة دي فن يا جماعة والله، مش كده وخلاص. دي بتاخد لها سلتين كبار من ده سبخ. السلة فيها حوالي بروتة ونص. قول يا سيدي انت برويته ده تغيير تربة كامل، والسباخ اللي انت بتحطه ده للتربة الصفرة دي تربة غير صالحة للزراعة اطلاقا. السباخ اللي احنا بنحطه ده بيفتت الحجر، ما بالك دي ارض شوة ما شاء الله. يعني بتلين معاك لما بتحط فيها مية زي كده اهو. عشان تحفرها لازم لا، هترمي التراب، ننزل التراب ده كله ان شاء الله. هتنزل التراب ده كله يا حاج عيد. تسلم، الله ينور عليك. الله يديك العافيه يا حاج عيد. بسم الله ما شاء الله، تبارك الله تبارك الله ما شاء الله. والله في حتى حد من الشواشنا برضو الله يبارك في عمره يا ربي متبرع برضو بنخله في النخل دي ده. ربنا يجعله في ميزان